ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في مطبخ السعاده. ان شاء الله هنعمل النهارده مع بعض الزلبي. معانا نص كيلو دقيق، معانا رشه ملح، معانا معلقه خميره كبيره، معانا 4 معالق نشا وده سر القرمشه، معانا معلقتين لبن بودره وموجودين او مش موجودين مش هتفرق، ومعانا 3 معالق زيت. هنقعد بقى ايه، نعجن مع بعض. بس ملحوظة، العجينة مش عايزينها تكون طرية، لان لو طرية مش هتطلع حلوة في الزيت وهتطلع لنا اشكال غريبة كده. لكن هي النص كيلو هياخد كوبايتين من المية لحد ما نمزج كل الحاجات دي مع بعضها، الخميرة مع اللبن مع النشا مع رشة الملح، كل ده هنمزجه مع بعض. والنتيجة ان شاء الله هتعجب. لحد هندخل في العجينة هوا وتكون ناعمة معانا. هتشوفوا دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده العجينة بالشكل ده، وهنلفها الاسترتش. بتاخد معانا نص ساعة على ما تخمر. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي خمرت. هنبدأ نشتغل فيها على طول. هنحط الزيت على النار ونخليه يسخن. كوباية الزيت ديت بحط فيها المعلقة عشان ما يلزقش معايا. وهنا انا اشتغلت بايدي، لكن لو في كيس حلواني بنشتغل بيه عادي، قمع حلواني بنشتغل بيه، لكن انا بعمل اسهل طريقة لكل ست بيت. هنديها اللون الذهبي اول مرة، لان احنا يعتبر هنرجعها في الزيت تاني. دي التحميرة الاولانية، مش بعد كده هنردها في الزيت تاني عشان تدينا القرمشة بتاعتها. هنقلب فيها كده لحد ما تدينا اللون الذهبي ونطلعها. هنبدأ نطلعها كده. معانا هنا الشربات، 3 كوبايات من السكر مع كوبايتين من المية، علشان الشربات بتاعها بيكون شربات تقيل مش خفيف. وزي ما انتوا شايفين كده 8 دقايق بالظبط ونطفي عليه النار. وزي ما بردت وهنرجعها تاني في الزيت، هتاكلوا احلى زلابية زي ما انتوا شايفين. ويبقى الزيت بتاعنا كافي للقلية، يعني ما ينفعش نحط زيت شوية صغيرين. وهي الطريقة دي مش بتخليها تشرب زيت تماما، يعني انت بعد ما تقليها هتلاقي كمية الزيت اللي انت حطيتيها هي ما نقصتش معاكي. وهنبدأ نطلعها زي ما انتوا شايفين يا حبيبي. لونها بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بالهنا والشفا، بسم الله ما شاء الله. هنحطها في الشربات زي ما انتوا شايفين معانا كده. الشربات معانا تقيل، هتطلع معانا بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين معانا كده الشكل النهائي والطعم ما شاء الله ما شاء الله.